أهلا بيكم في كورس جديد معانا. دايما اتعلمنا ودايما ناس كتير قوي تتكلم عن المسيح المحب، المسيح الشافي، المسيح المتواضع، المسيح اللي وسط الناس. لكن أوقات كتير مش بنشوف الوجه الآخر للمسيح. القصة اللي معانا النهاردة بتبين لنا وجه من أوجه المسيح اللي احنا أوقات كتير بنشوفها لكن بنتغافل عنها. أوقات كتير بنلاحظها وناخد بالنا وسط النصوص واحنا عمالين نقرأ كتاب، لكن لأن هي أوقات تبقى مزعجة على أذننا، أوقات لأنها بتخلينا قدام موضع مسؤولية بنهرب منها. القصة اللي معانا النهاردة في لوقا 13. المسيح كان قاعد عمال يحكي معاهم، وفجأة وسط الكلام الناس دي طلعوا قالوا له: يا رب، انت شفت اللي عمله بيلاطس في الجليليين؟ شفت ازاي خلط دمهم بذبايحهم؟ اي واحد فينا هيتعاطف مع اللي اتقال، اي واحد فينا هيحس ان هو يا دي قصة صعبة، يا الناس دي اكيد لازم نتعاطف معاها. لكن رد المسيح كان صادم جدا لكل الموجودين. قال لهم: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وبعد كده ما وقفش كده، قال الناس اللي هي كانت عند برج سلوام وكانت بتبني البرج ووقع عليهم البرج: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. برغم من صعوبة القصتين، لكن تركيز المسيح كان على نفس الآية مرتين، عدد 3 وعدد 5. لازم نسأل نفسنا: إيه القضية اللي المسيح مركز عليها؟ لو رجعنا بالنص لفوق شوية في الإصحاح اللي قبله، إصحاح 12، نلاقي المسيح بيتكلم عن الدينونة، عن يوم الرب. والناس دي كانت قاعدة في وسط ما المسيح كان بيتكلم مع الناس عن الدينونة وعن يوم الرب. وكأن في ناس مش قادرة تسمع الحقيقة دي، وكأننا في بعض الأوقات بنركز على حقائق مختلفة ونتجاهل الحقيقة دي، مع إن حقيقة الدينونة، حقيقة يوم الرب، حقيقة ما بعد الحياة اللي احنا فيها دي هو خط ماسك الكتاب بطول الكتاب كله، والمسيح بيركز عليه بشدة في المقطع ده. فبيقول لهم: لازم تميزوا الأزمنة، لازم تميزوا الأوقات. لكن جه ناس وسط ما هو بيتكلم عن الدينونة وعن يوم الرب وقطعوه وقالوا له: انت شفت اللي حصل مع الجليليين؟ لكن كلام المسيح واضح جدا. كل واحد فينا بيبقى عنده دومين. يعني ايه دومين؟ يعني لما ابقى قاعد في قعدة واحس ان الكلام مش قادر استقبله قوي، ومش قادر موترني وشددني، ببتدي احاول احرك القعده واحرك الناس ناحيه الدومين بتاعي، الدومين اللي هو الجزء اللي بعرف اتكلم فيه. فالناس دي كانت عايزه تشد المسيح من الكلام عن الدينونه، عن الجزء اللي هم بيعرفوا يتكلموا فيه، ونبتدي يخشوا مع المسيح في قضايا جدلية. لكن تركيز المسيح كان شديد جدا على الحقيقة اللي هو مصر ان يركز عليها: خلي بالكم، إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون. ليه تهلكون؟ لأن في دينونة. تاني حاجة كان عايز يركز عليها المسيح، وكأنه عايز يقول للناس: أرجوكم ما تنشغلوش بالأحداث اللي بتحصل في حياة الناس اللي حواليكم. ما تخليش أحداث اللي بتحصل في حياة الناس حواليك تشغلك عن خلاصك. ما تخليش مقياسك هو الناس اللي حواليك. ما تخليش مقياسك وحياتك معتمدة على الناس اللي حواليك. أوقات كتير حاجات في الحياة بتخلق عندنا أسئلة، وإحنا وسط الأسئلة دي ممكن نتوه، ممكن نتلخبط. زمان لما كنت بتوه وسط الأسئلة بقول: لما الاقي إجابة للأسئلة دي هرجع أعيش مرة تاني أمين مع ربنا، لأن أنا زي ما كنت ببص على الأسئلة دي وكأنها حجة أمام الله إن أنا أعيش حياتي بالطريقة اللي أنا شايفها طالما مش لاقي إجابة. والناس دي كانت عايزة تعمل نفس الموضوع وتكرر نفس القصة هي. فهي جايبة بقضية جدلية وحطها عند الرب يسوع، وعشمانين إن الرب يسوع يكون بيغير رسالته وبيغير محور كلامه. لكن هو كان مركز جدا، بيقول لهم: لم تتوبوا
انتوا جميعكم تهلكون، وركز عليهم بشكل خاص. فهو خد الدايرة الكبيرة اللي أوقات كتير بنقول ما كل الناس بتعمل كذا، كل الناس بتقع في كذا، ما كل الناس، ولكن ربنا راح جه في اللحظة دي، يسوع جه في اللحظة دي وراح مضيق الدايرة جدا ويقول انتم. وممكن يكون بيكلمك انت بشكل واضح، يقول لك ما تتشغلش في حياة الناس. أحد المفكرين اللاهوتيين قال كده، إن مرض العصر بتاعنا والسبب ضعف وفتور كتير من الناس والكنايس هو التشتت. كل واحد فينا ممكن يتشتت أثناء يومه بحاجات كتير قوي، ونفقد كلنا أثناء رحلتنا هدف حياتنا الأساسي. والمسيح في اللحظة دي كان عايز يحطنا قدام هدف حياتنا الأساسي: إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون. النقطة الثالثة، تركيز المسيح ما كانش على الدينونة، لكن تركيز المسيح الأساسي على التوبة. التوبة مش مجرد إن أنا بعمل حاجات مش كويسة وهبتدي أعمل حاجات كويسة. أوقات كتير بننخدع في الجزء ده، إن أنا أحسن أفعالي شوية، إن أنا في خطية معينة وبقول لو أنا بطلت الخطية دي أنا هعرف أعيش مع ربنا، وابتدي أحط عيني على الخطية دي وإزاي أبطل الخطية دي وصراعي مع الخطية دي علشان أقدر أعيش مع ربنا. لكن التوبة هي أعمق من كده. هي ما بتعتمدش على ردود الأفعال الخارجية الخاصة بينا، لكن بتعتمد على دوافعي الداخلية. جوايا عامل إيه؟ إيه اللي بيطلع من جوه لبره؟ سهل جدا أضحك في وش حد وأنا من جوه متضايق منه جدا. لكن التوبة بتشتغل بشكل أساسي على الدافع بتاعنا. ما كانش ينفع الابن الضال يقدم توبة وهو في مكانه، يقول أنا غلطت في حق أبويا وهتوب وأنا بعتذر لأبويا وهغير أفعالي وهكون إنسان كويس. لكن توبة الابن الضال كان لازم تتم في حضن أبوه، لازم كان يترمي في حضن أبوه ويقدم توبة. علشان كده المسيح ركز جدا في المرتين إن لم تتوبوا، إن لم تتوبوا. علشان كده التوبة مش اختيار لو انت فعلا عايز تعيش حياة مع يسوع المسيح. التوبة هي فعل يومي بنقوم بيه كل يوم. كل يوم أقدم توبة وحط عيني عليه وابتدي أتحرك ناحيته. طول ما أنا ثابت فيه أنا هعرف أتحرك ناحيته. يمكن شفنا في المقطع ده يسوع بيتكلم بصرامة جدا مع الناس وما تعاطفش مع القضية ظاهريا، لكن قال لهم مثل بعد كده. قال لهم في كرمة تينة واتزرعت في كرم كبير، والتينة دي فضلت سنة واثنين وثلاثة ما تجيبش ثمر. فقال للكرام نقطع الكرمة دي، نقطع التينة دي لأنها ما بتجيبش ثمر، بتستهلك الأرض بدون ما تجيب ثمر. والكرام قال له اتركها السنة دي كمان، أنا هنظف حواليها وهغذيها، ممكن تجيب السنة دي ثمر. والمسيح كان بيتكلم عن النفس البشرية بصورة أكبر، كان بيتكلم عن إسرائيل. المسيح لما كان بيقول لهم إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون، لكن نشوف قلب المسيح الصبور، قلب المسيح الحنون، وهو بيقول إن هو هيترك التينة دي سنة كمان، هيتركها مرة كمان وهينظف حواليها. بس مشكلة التينة دي إن هي برضو مش هتجيب ثمر، لأن هي مش ثابتة في الكرمة الصح. علشان كده المسيح قال بوضوح جدا أنا الكرمة وأبي الكرام، اللي يقدر يثبت فيا ده يأتي بثمر، ولما يأتي بالثمر ويفضل ثابت فيا هنقيه فهيجي بثمر أكبر. أحب أراجع معاكم مرة تاني. دينونة، المسيح ذات نفسه بيتكلم عن اهتم بخلاص نفسي أولا.
تالت نقطة التوبة. التوبة ده فعل يومي، فعل اقتراب من الله بشكل يومي. لو انت لسه ما خدتش القرار ولسه بتفاصل اخدوه ماخدوش، ممكن يبقى في ناس سبب عثرة في القرار اللي انت هتاخده ده. يمكن انت نفسك تاخد القرار بس في حاجات حواليك مع الطلاق مشتتاك. ارجوك، القرار ده قرار شخصي جدا، الحياة دي حياة شخصية جدا. ما تشتتش نفسك باللي حواليك، ما يكونش في حد حواليك سبب عثرة هو اللي أخرك ان انت تاخد القرار. هو ممكن يبقى عندك أسئلة، لكن حتى الأسئلة اللي عندك كويس ان انت تدور ليها على إجابة، لكن اوعى تأخرك ان انت تاخد القرار. ممكن في حد تاني يكون بيتفرج علينا ويكون من الناس اللي خدوا قرارات في حياتهم في وقت ما، مؤتمر ما، اجتماع ما، ومع الوقت اتنسى القرار، ومع الوقت أصبح بيمشي على خطوة ويسيب خطوة، يروح اجتماع يتشجع شوية ويطلع تاني يعيش حياته زي ما هي عبارة عن صراعي مع جسد الخطية، وصراعي اني افضل ثابت مع الله. وفي اللحظة دي انا بقرر أأكل مين. فلو انا ثابت في الله هعرف اكون بأكل الانسان الداخلي بتاعي. وقت الصراع ينفع بسهولة انه يكون بينتصر في الصراع ده. عشان كده بولس بيقول ان بسهولة نطرح الخطية المحيطة بنا. ليه؟ لان هو فعلا ثابت، ولما تثبت تعرف تنتصر في حياتك. عشان كده دعوتي ليك النهاردة لكل حد فيكم، لو انت لسه ما خدتش القرار بأكد ارجع خد القرار. ولو انت خدت القرار ندعوك ان انت تثبت في القرار اللي انت خدته. والكورس ده هيساعدكم ان انتوا تحققوا مبدأ الثبات من خلال تدريبات مختلفة. كل يوم تدريب مختلف هيساعدكم ان انتوا واحدة واحدة، محاضرة مع محاضرة، ازاي تكون ثابت